وصلنا للقضية مثلا معينة وثبت أنه هذا المبتز هدد الضحية، وقع المحظور، متى يحق للضحية المطالبة بتعويض مادي أو معنوي عن الأضرار النفسية والاجتماعية اللي تحققت لها؟ نعم، سابقا قبل نظام المعاملات المدنية كان الضحية في الجرائم هذه وخصوصا الابتزاز له الحق العام التعزير، السجن والغرامة، والحق الخاص أيضا بعقوبة مقاربة. كان بعضهم يظن أن له حق أنه يفهم النظام أحيانا مثلا نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بما لا يزيد 500,000، بعضهم يقول هذا تعويض لي، يفهم الغرامة تعويض. هو الغرامة مختلفة، الغرامة البيت مال المسلمين، خزينة الدولة، بينما التعويض يكون لك أنت. فيطالب بالمبلغ بالحق الخاص، يكتشف أن الدعوة ترد سابقا بالحق الخاص. فنقول له دائم كمحامين يا أما تتصالح معه على مبلغ وتتنازل عن الحق الخاص، إذا رفض هو يتصالح معك تروح للحق الخاص تطالب بعقوبة مماثلة، سجن أو غرامة. هذه غير الحق العام. نعم. إيه كثير قضايا، بل إن عندنا قضايا كان الحق الخاص يكون أعلى. يعني بس عشان أفهم منك، إذا كان الحق العام أوقع عليه عقوبة مثلا لنفترض سنة سجن، نعم، وغرامة مثلا 100,000، نعم، تأتي عقوبة تجي أنت 6 شهور 8 شهور. عندي قضية كانت شروع بقتل، إطلاق نار، ضربه وأصابه في جسده، كان الحق العام 7 أشهر، الحق الخاص سنة وزيادة. فصار المجموع كامل سنة و7 أشهر. نعم. ولكن بعد صدور نظام المعاملات المدنية قال لا، الآن حق عام، وترفع بالحق الخاص في المحكمة العامة المطالبة عن الأضرار عن المسؤولية التقصيرية. فيرفع دعوة يطالب بالضرر المادي والمعنوي. وكيف يقاس؟ يقاس تقديري على حسب الأضرار عندك. مثلا رحت مستشفيات تعالجت، كانت قيمة علاجك مثلا عمليات التجميلية 70,000، الضرر المعنوي الآن صار يقدر، لأن نظام معاملات المدنيين سابقا كان العمل غير مستقر على الأضرار المعنوية والأدبية. نعم. الآن لا، عندنا قضية جريمة معلوماتية، حكم في الحق العام. نعم. جاء في المحكمة العامة حكم له ب50 سنة، وكان سبب 50,000 ريال في المحكمة العامة كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي تحديدا. ومن ضمن التسبيب لأنه له مكانة في المجتمع. ينظر لها أيضا. نعم. كشخصية عامة، زيادة في التعويض. تذكر أن هذه شخصية عامة، أن هذا لديه متابعين، هذا معروف إعلاميا، وهذا أنه يمثل سمعته. نعم.